في أمر مهم جدا بفوتك أنت بكل رمضان. أنت بتشغل نفسك بالختمات، وبتشغل نفسك في التراويح وتكثر، ثم بعد ذلك يعني تقترف الذنوب فيحبط عملك. تعرف تعيش رمضان لو كان في أقل من الختمات اللي بتختمها وأقل من الركعات اللي بتقومها، لكن انتهي عن الذنوب، ووالله سترى الأثر في هذا رمضان. أنا لا أقول لك أن تقلل من الطاعات، لكن أنا أقول لك انتهي عن الذنوب. هذا بيت القصيد، هذا هو بيت القصيد. بدك تربح ليلة القدر وتظفر في ثمار ليلة القدر وكل رمضان، وتجد التغيير في الماديات، في المال، في الصحة، في الولد، في كل شيء. اترك ذنوبك ثم اعبد الله قدر المستطاع. انت بتهلك حالك في الختمات، ولكنك لا تنتهي عن الغيبة والنميمة. لربما بعد رمضان رايح تجدد قرض ربوي، فانت انتهي وشوف التغيير. اترك ذنوبك، اترك ذنوبك. بيت القصيد في ذنوبك. إن أحدكم لا يحرم الرزق بذنب يصيبه. اترك ذنوبك وشوف التغيير في رمضان. إحنا ما بدنا نتقدم إلى الأمام ولا نرجع نحاسب أنفسنا في هذه الذنوب. لن تحصل على شيء وأنت مستمر بذنوبك، ولا شيء ولا شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.